السلام عليكم البنات، كي دايرين مع الصحيحه. نتمنوا تكونوا مزيان وبخير وعلى خير وناشطين. اليوم رجعت لكم فيديو جديد من سلسله العنايه بالبشره ديالنا، واليوم غادي نهضروا على واحد المنتوج اللي بزاف ديال البنات كيحتاروا واش هو نافع، واش هو بصح فيه هاد المنافع كامله اللي كيهضروا عليها كاع هاد الناس. نهضروا اليوم على المياه الحراريه. المياه الحراريه واش هي فعلا عندها فوائد، واش هي ضروريه ندخلوها في الروتين ديالنا ولا مجرد غير هضره بدون فايده؟ بقاو معايا للنهايه باش نعرفوا نشوفوا نجاوبوا على كل شيء ونعطيكم النصائح وحقائق مهمه بزاف على هاد المنتوج ديال المياه الحراريه. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، ولا عجبكم هذا النوع من المحتوى بارطاجيوه مع صحاباتكم، وخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. واش سبق لكم جربتوا المياه الحراريه وشحال عطاكم من نتيجه؟ المياه الحراريه شنو هي؟ المياه الحراريه هي مياه طبيعيه 100% كتخرج من باطن الارض وكتدوز من وسط الصخور، يعني كتجي من قلب الارض، كتجي من وسط الصخور اللي كاينه في الارض، يعني كتكون دايزه من واحد الرحله طويله وكتولي غنيه بالمعادن بحال الكالسيوم، بحال الزنك، بحال المغنيسيوم، بحال السيلينيوم. يعني فيها واحد الكوكتيل كبير وطبيعي ومفيد للبشره ديالنا. واحد الحاجه ضروريه اللي لازم نقولها لكم، بان المياه الحراريه ماشي هي المياه المعدنيه، غير باش نكونوا انا وياك واضحين بان المياه الحراريه ماشي هي المياه المعدنيه. واخا هاد المياه المعدنيه اللي حنا كنشربوها فيها بزاف ديال المعادن، ولكن ماشي هي المياه الحراريه. علاش؟ لان المياه المعدنيه كتحتوي على البكتيريا، على الملوثات، اما المياه الحراريه كتكون نقيه ومعقمه ومعالجه. الفوائد ديال المياه الحراريه: المياه الحراريه ماشي غير انا نرشو حيت هي رشه زوينه كتبرد علينا، لا، هي عندها بزاف ديال الفوائد. انها اول حاجه كتهدئ البشره، كتبرد على الوجه، فحال الا كان عندك حروق ديال الشمس، عندك احمرار، عندك بشره متهيجه بحال الصدفيه. الناس اللي كيعانيو من الصدفيه هي مزيانه ليهم، اللي كيعانيو من لاكزيما وحتى الناس اللي عندهم حب الشباب، اللي كيكون عندهم وجهم فيهم حب الشباب، مزيانه ليهم لانها كتهدئ البشره. والناس اللي دابا مع الصيف كيمشيو للبحر كيتحرق ليهم وجههم، كتهدئ البشره ديالهم، يعني هي مهدئه البشره. ثانيا انها مضاده للالتهابات، اي انها كتساعد تهدئ البشره الملتهبه وكتقلل الحكه والاحمرار، وانها كتبرد على الناس اللي كيعانيو من الحكه، من الاحمرار ديال الوجه. صراحه هي رحمه ديال الله. عندك انها ثالثا كترطب الوجه، ترطب البشره، يعني كتخلي الجلد ديالك رطب وكتعاون في تقويه الجهاز البشره. بزاف الناس اللي كمضرين من جهاز البشره هذا مزيان ليهم كل مره يرشوه على وجههم، كيقوي جهاز البشره باش ما يبقاش الوجه ناشف ولا عنده، باش ما يبقاش الوجه ناشف. ورابعا انها كتجدد وكتسرع الشفاء ديال الجروح الصغيره بحال الحبوب، وكتجدد خلايا البشره. الناس اللي كتكون عندها جروح صغيره راه انها كتسرع الشفاء ديال هاد الجروح. وخامسا كتأخر علامات الشيخوخة بفضل المعادن اللي فيها، كتعاون على نضارة الجسم وكتحافظ عليه وكتخليه مشدود، يعني زوين بزاف. كيفاش نستعملوا هاد المياه الحرارية؟ كاينين بزاف ديال الطرق باش نستعملوا المياه الحرارية. مثلا قبل المكياج كتجهز البشره باش نديروا المكياج ديالها، كترطبها، ومن بعد المكياج كتخدم بحال مثبت وكترجع الوجه ناعم ومنعش. في وسط النهار الا كنتي في الخدمه وخارجه وبغيتي شي انتعاش فهذا هو لك الحل. عندك مثلا الا تعرضتي لاشعه الشمس وحسيتي بوجهك حمار ولا شي حاجه، مثلا الا كنتي في البحر ولا في السوق ولا في شي حاجه وتعرضتي لمده طويله للشمس، فهو نافع، تقدري ديري ديك الساعات. وقبل ما تستعملي الكريم المرطب، لانه كيخلي الكريم كيخدم بفعاليه اكثر الا درتيه قبل من الكريم المرطب اليومي اللي كتستعمليه في الروتين ديالك اليومي.
السؤال اللي خصنا نطرحه على راسنا هو شنو نختاروا حسب نوع البشره. يعني ماشي كل المياه الحراريه بحال وخاص كل وحده تختار حسب نوعيه البشره ديالها. فالبشره الجافه خصك تاخدي المياه الحراريه اللي فيها الكالسيوم والمغنيسيوم. والبشرة الدهنية واللي فيها حب الشباب خصك تاخدي اللي فيها نسبة عالية من الزنك، لأنه معروف بالتأثير ديالو القوي ضد الحبوب. وتقدري تحطيه في الثلاجة ولا تهزي معاك في الصاك ديالك، ولا بغيتي مثلا شي حاجة اللي ترطب وتهدأ الوجه ديالك بلا ما تخمي بزاف، فهذا صالح ليك. بالنسبه للعلاقه ديالها مع الواقي الشمسي، الا كنتي دايره واقي الشمسي ورشيتي من بعد المياه الحراريه وخا زوينه، راه ممكن تنقص من فعاليه الواقي الشمسي، خصوصا الا ما كانتش مقاومه للماء. يعني انت درتي اكرون غير مقاوم للماء ورشيتي عليك هاد المياه الحراريه، فخصك تعاودي هذاك ليكرون. علاش؟ لانه كينقص من الفعاليه ديال هاد الواقي الشمسي. لهذا ردوا البال. والا كان الواقي الشمسي كتستعمليه مقاوم للماء ما كاين باس، هذيك الساعات ما كيكونش مشكله. ردوا البال سيداتي. قبل ما نختم الفيديو، شفتوا معايا المياه الحراريه بكل التفاصيل ديالها، شنو هي، شنو الفوائد ديالها، كيفاش كنقدروا نستعملوها، وكيفاش نختاروها على حسب النوع البشره ديالك. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وخليوا لي في التعاليق واش جربتوه من قبل ولا شنو كان الانطباع ديالكم مع هاد المياه الحراريه، وشنو المواضيع اللي صراحه اللي بغيتوني نهضر عليها مستقبلا. نتلاقاو في الفيديو جديد ان شاء الله، وحتى لديك الساعه خليت لكم الراحه وديما منورين وبشرتكم مرتاحه.